كادي دريسي أكيد مشهورة التيك توك ومن الأسماء القوية واللي سيطرت على الساحة. نرحب فيك ونمسي عليك بخير. يا أهلا، حياك يا مرحبا، نورتينا كادي. حبيبي نورك. أول شيء شهر مبارك، هذا أول شيء. طبعا ونبغى نتكلم عن كادي. مين كادي؟ ايش المحتوى وش المحتوى اللي انت تقدميه؟ عادية قهوة طبعا اكيد. والله ودي اقوم اباشرك بس المايك طيب. ولا اسمعي هذه القهوه. برافو عليك كادي. ايه تعجبيني. ابد خذي راحتك وتقهوي، وبالعكس الله يحييك، نورتينا وشرفتينا. والله جاي من النوم جيتكم انا اسف. صح النوم عادي كلنا نومنا ينقلب في رمضان. طيب فكنا نقول نبي نعرف المحتوى اللي انت تقدمينه، نوع الجمهور اللي عندك، يعني كلمينا بشكل عام. والله محتواي هبد في هبد ابن هبدان. ما في شيء عرفت معين. اني افتح بثوث اقعد اسولف، اوريهم. هو شوفي، انا ابدا ما اعتبر جمهوري جمهور وعلاقه مشهور بمتابعين. لا، انا اعتبرهم كذا اصدقائي قاعدين، وافتح لهم مثلا كذا الكام واوريهم اغراضي نفس الشيء بالضبط. فابدا ما. كادي، كيف قررتي تدخلين التيك توك؟ كيف قرارك كيف كان؟ شوفي، انا دخلت التيك توك بالصدفه على فكره. يعني صديقتي كانت فاتحه لايف وجلست جنبها وقعدت اسولف. تقبلوني الناس، فحبيت أن أفتح حساب وكملت. تقولي على نفسك أنك صاحبة 1,000,000 شخصية. هل هذا يدل على أنه أنت عندك إمكانيات تمثيلية؟ شوف التمثيل راح أتعبهم شوي. ليش؟ يعني بقعد أضحك واجد. طبعا في مجال الكوميدي أنا شوف التمثيل مرة يعني أحس فيه، بس الشخصيات اللي أتكلم عنها مو إن أنا أمثلها. لا، هي تطلع، هي فجأة كذا تلقاني بشخصية ثانية، تلقاني بشخصية هادي مرة، مزعجة مرة. حتى اللي يتابع بثوثي زين راح يعرف. طب هذه المواهب، التعدد المواهب اللي عندك في الشخصيات المتنوعة، هذا اللعب في الشخصيات، ممكن يستثمر في التمثيل. أي ممكن. هل تفكري إنك تدخلي هذا المجال؟ أنا عندي يعني طموحاتي ما لها سقف. يعني هذا واحدة من الخيارات موجودة. كل شيء، وممكن أسوي أي شيء في الدنيا. يعني هذا الخيار متاح. كل شيء متاح الحمد لله. يعني كاد واضح عليك، اسم الله عليك، ان انت بنت راقيه وتعرفين متحدثه ولبقه. وفي التيك توك خلينا نكون صريحين، يعني انا توي اقول بسم الله في التيك توك توي. فخلينا نكون صريحين، يعني المحتوى او يمكن الاشخاص او الاغلبيه ممكن يكونون شوي شرسين او شوي ممكن يتعدون الحدود في بعض الاحيان كادي. فانت لما انت تدخلين بثوث صح؟ ايه. اوكي، فلما تدخلين بثوث كيف ادخل بثوث؟ يعني افتح بثوث ولا تفتحين بث يعني؟ وممكن تدخلين مع ناس قست يجون ولا ما تدخلين مع قستات؟ اوكي، فانا اللي ابي اوصل له الان، هل في اسماء معينه انت تدخلين معاهم وبس خلاص ما تدخلين مع ناس جدد؟ او اذا دخلتي مع ناس مثلا وتعدوا حدودهم او كان مثلا في غلط بشكل او باخر، كيف تتعاملين؟ ادخل مع الجميع بلا استثناء اللي موجود. اوكي. في ناس، شوفي أنا في البداية كنت أدخل مع ناس معينة لأني ما أبي أتصادم مع أحد. صحيح. لكن بعدين صرت خلاص أي أحد يجيني بهجوم مثلا تجاهل. كيف تجاهل في البث؟ يعني أنت بث مباشر تقدرين تطلعين. طب إذا أحد غلط عليك تردين؟ شوفي، ممكن الرد يكون يعني ما يكون، فهمتي، يعني يكون مناسب، ما يكون مثلا بألفاظ. لا يعني رد مناسب له. تبلكين الناس في تيك توك؟ قد بلكتي أحد؟ لا طبعا. أبيه يشوف نجاحي. ايوه، هذا الكلام الحلو. كادي، في بالتيك توك شلاليه؟ والله ما ادري، انا مالي ومال اهلي ومال شكلي. انت ما تشوفين انه في شلاليه حتى مع جروبات البنات اللي حولك؟ انا لاحظت حتى من اللي حولك. وش يعني؟ وش يعني احنا جروبات نتجمع، ما ندخل مع الجروبات الثانيه؟ لا عادي. او عادي كل احد لا مع احد؟ عادي. انا شوفي، أنا الجروب اللي انا معاه قصدك، انا اعرفه من قبل ما انا اطلع في التيك توك، عشان كذا انا معاهم يعني. طب وغير جروبك؟ من قبل التيك توك. وغير جروبك؟ غير جروبي لا. شوفي، توني ابدا اتعرف على الناس في التيك توك. كنت ضد هذه الفكره ترى، كنت اخاف
يعني أخاف من فكرة إني أتعرف على مشاهير وزي كذا، لأن أصلا ما أحب الظهور الواجد. أنت من البنات السعوديات القلائل اللي يظهروا باسمهم ولقبهم بشكل عادي، ما اخترت انك طبعا كادي هو اسمك الحقيقي، وبتطلعي باسمك ولقبك، وهذا صراحه كثير ناس او بنات ما بنشوفهم على الساحه بانه بيطلعوا بلقبهم. هذا الموضوع قد ايش حسسك انه بيجيكي مثلا نقد، او انه انت كيف بتطلعي باسمك وبتدخلي بثوث؟ طب هذا المجتمع كيف متقبله؟ الاهل هل هم متقبلين او لا؟ هل هم رافضين الفكره؟ هل هم داعمين لك، خصوصا انك بتحملي اسم العائله؟ لا قصدي كذا من عند العائلة، يعني العائلة ما في إلا العائلة قصدي. طيب العائلة تقبلتني مرة بالبداية، يعني أول ما جيت أطلع شفت دعم من أمي، شفت دعم من أهلي، والحمد لله وقفوا معي. ما في أي إشكالية بإني أطلع اسمي الحقيقي، وبالعكس هذا فخر يعني. ليه ما فكرتي من البداية إنك يعني أنت من البداية لما قررتي تدخلي، ليه ما فكرتي إنك تدخلي باسم مستعار؟ لأنه مو قاعدة أسوي شيء غلط. برافو. هل صح يقولون أنا ما أدري في التيك توك، يعني في ناس ممكن أنهم يدعمون أنفسهم عشان يبينون للناس أنهم هم مدعومين أو هم قاعدة تجيهم هدايا؟ هل هذا الشيء صحيح؟ ما أعرف. ما قد سويتي يعني كذا؟ أبدا ولا بحسوي. وانت الدعم اللي يجيك من ناس معينة ولا يجيك من هو أكثر ناس شيء يجيني الدعم من متابعيني البنات. ايه؟ يعني لو تدخلين بث تلاحظين انه اغلبهم يا انهم يكون لهم حساب فان، او يكون مثلا من متابعيني، من البنات المتابعين، فما في داعم عندي او داعمه رسميه كذا. لا ما عندي السواليف ذي ابدا. اصلا انا يلا افتح بث. كادي غبتي عن السوشيال ميديا فتره، ايش كان سبب اختفائك الفتره اللي فاتت؟ قصدك الفتره قبل الحجاب؟ ايه. طيب كنت هل كان بسبب ودك انك ترجعين للناس تخلينهم ينسون شوي الصوره اللي في بالهم انك انت من غير اصلا ما كان في بالي. بقول لك ايش صار. يعني انا اختفيت لانه كنت احس بتأنيب ضمير، ماني مرتاحه. يعني تخيل اني امسك الجوال اقلب فيه، ما ابي اشوف وجهي في الاكسبلور، فهمتي؟ فكنت اسوي سكيب ما بي. اختفيت وكان فيني تأنيب ضمير مو طبيعي، ما ابي اشوف وجهي. رحت اخذت عمره، رجعت بقرار الحجاب. بعدها تعبت امي، الحمد لله تشافت الحين، لكنها تعبت ذيك الفتره، فاضطريت اني اختفي فتره من الفتره هذه. بس رجعت لهم. ألف سلامة أكيد على الوالدة، والله يثبتك على هذا القرار. فاصل قصير ونكملين. كادي اختيارك للحجاب والأسباب اللي دفعتك لذلك هذا شيء جدا جميل وما شاء الله، يعني الله يثبتك عليه. ولكن البعض ممكن ينتقد ويقول الحجاب ليس فقط انك تلبس الطرح، ما زالت التصرفات مثلا في التيك توك تاخذي راحتك، تمثلي، تغني، تسوي سكتشات، تسوي أشياء ممكن لا تتناسب مع الحجاب. لا أبدا، غلط الفكرة هذه. أنا مسموح لي نفس الشيء، يعني أنا إنسان في النهاية. أنا راح أغني، أنا راح أصور، أنا راح أتكلم، أنا راح أتناقش، أنا راح أسوي كل شيء في هذه الحياة. الحجاب ما يمنعك أبدا من أنك تعيشين حياة طبيعية زيك زي أي أحد ثاني. لكن البعض يربط الحجاب بتصرفات أيضا، فهل أنت تشوفين؟ ما في تصرفاتي، لا يعني ما أشوف فيها شيء أبدا. ما لا يتناقض قصدك؟ أبدا. وش كانت دراستك كذي، يعني تخصصك؟ ايه اعلام. طيب وليش ما توجهتي للاعلام وتوجهتي الى التيك توك؟ لاني اصلا توني ما تخرجت. توك ما تخرجتي؟ تخيل لسه انت قاعده تدرسين اخر سنه. تخيلي. يلا ان شاء الله بالتوفيق. متى تخرجك؟ وتخصصي يعني تخصصي اعلان وتسويق. ما شاء الله. ايه في الاعلام من كليه الاعلام. جميل. وكمان انت مره تخصص، وانت تشتغلين بعد في نفس الوقت، صح؟ فانت موظفه وطالبه وكمان في التيك توك. لا حاليا مو موظفه. حاليا مش موظفه؟ لا.
بس انت كنتي أيوة. طول عمرك موظفه. أيوة. عشان تدعمين نفسك أهلي. والله وتدعمين اهلك. كفو والله عليك. صح كادي. بس طيب شلون توفقين يعني